تفتكروا المفروض الواحدة تصرف ببذخ عشان الناس ما تقولش عليها بخيلة، ولا تصرف بالمعقول حسب احتياجاتها؟ المفروض أساسا يهمنا كلام الناس، ولا نعمل ونشوف ايه المناسب لينا؟ تعالوا نسمع قصة النهاردة ونشوف بطلة قصتنا بتتصرف ازاي. يلا نبتدي ونقول بسم الله. أنا منى، متجوزة وعندي 3 أطفال وست بيت. دايما بهتم ببيتي وجوزي وولادي، وبحاول أكون ست بيت شاطرة. أما بطبخ يا دوب بطبخ على قدي أنا وولادي وجوزي. بعمل الأكل إنه يكفينا ليوم واحد بس، عشان جوزي وولادي مش بيحبوا ياكلوا أكل بايت، فكنت بعمل على القد، مش بحب أبقي أكل عشان ما يترميش، ودي نعمة ربنا هيحاسبنا عليها. في يوم نزلت الولاد المدرسة وجوزي راح شغله، فقلت أشرب مج النسكافيه بتاعي وبعدين أبتدي يومي. لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيتها جارتي هناء. استقبلتها ودخلتها وقالت لي: أنا قلت بقى يا منى آجي أشرب فنجان القهوة معاكي، ولا أنتي مشغولة وهعطلك؟ لا يا حبيبتي، أنا برضو كنت لسه هشرب مج النسكافيه بتاعي وبعدين هقوم أعمل الغدا. خلاص تمام يا حبيبتي، تعالي نعمل الغدا، وانتي بتعملي الغدا أنا هعمل القهوة والنسكافيه عشان ما عطلكيش. قوليلي بقى، ناوية تعملي أكل إيه النهاردة؟ أصلي لسه ما عملتش الغدا ومحتارة قوي. النهاردة هعمل مكرونة وبفتيك. لسه امبارح كنت عاملة مكرونة وفراخ بانيه. الواحد محتار، شكلي كده هعمل بامية. ايه يا منى المكرونة اللي انتي مطلعاها دي؟ انتي هتأكلي عصافير ولا ايه؟ دول ما يكفوش حاجة. لا، ده على قدي انا وجوزي وولادي، لو حطيت لهم اكتر من كده مش هياكلوا، انا عارفة، والاكل هيترمي فحرام. لا، بس الكمية دي قليلة قوي، هو انتي بخيلة ولا ايه؟ لا والله مش بخل، انا عمري ما كنت بخيلة. اصل الحركات دي محدش يعملها الا لو كان بخيل. يا ستي مش بخل والله. يبقى زودي، هو كيس المكرونة بيتعمل على كذا مرة؟ ده هو مرة واحدة ما بيتشالش منه حاجة. حاضر يا ستي اهو، وادي كيس المكرونة، عشان بس ما تقوليش عليا بخيلة. وفعلا عملت كيس المكرونة كله، وانا عارفة ومتأكدة ان الكيس مش هيتاكل كله وهيترمي. وجه جوزي وقال لي: ايه يا منى كل المكرونة دي؟ انت عازمة حد ولا ايه؟ لا طبعا، عزومة ايه؟ كل ده عشان عملت كيس المكرونة كله عادي، الكمية مش كبيرة قوي، ولا انت عايز الناس تقول عليا بخيلة؟ ناس مين؟ والناس مالهم ومال اكلنا وحياتنا؟ لا عادي، ما تاخدش في بالك، مش قصدي. يلا بقى عشان نتغدى. وقعدنا عشان ناكل، وطبعا جوزي وولادي كلوا الأكل المعتاد بتاعهم، واتبقى أكتر من نص الحلة. ما بقتش عارفة أودي الأكل فين، وأنا ساكنة في منطقة جديدة، يعني مفيش حد غلبان حواليا عشان أديله الأكل. والمكرونة نشفت واضطريت أرميها، وكنت متضايقة قوي إني عملت كده، وقررت إني أرجع زي الأول وأعمل كمية على قدنا وبس. بس كلام هناء جارتي كان على طول في بالي. وبعد كذا يوم كنت نازلة أشتري حاجات، وقابلت سهير جارتي ولقيتها بتقولي: والله يا منى الواحدة تعبت من التفكير كل يوم في الأكل والشرب. عندك حق والله يا سهير، بصراحة بكون مستريحة قوي وفرحانة أما أعمل أكل ويقعد يومين عشان أستريح. يا بختك، أنا عندي الولاد وباباهم لازم كل يوم أكل،
ما ياكلوش أكل بايت أبدا. عشان كده بتعملي أكل عينات، يعني زي أكل العصافير. مين قالك كده؟ هناء اللي قالت لي، وقالت لكل سكان العمارة. ما تزعليش، يعني كلنا عارفين إنك بخيلة. ده إحنا ما تأخذنيش في الكلمة، كل يوم نعمل كميات أكل كتيرة قوي، واللي ما يتاكلش عادي بيترمي. لكن انتي مش بترمي أكل أبدا، أصلك بتعملي عينات. عشان كده ولادك وجوزك جسمهم رفيع قوي. ساعتها روحت وانا متضايقة جدا، وقررت اني اثبت للناس كلها اني مش بخيلة. فبقيت اعمل اكل بكميات كبيرة جدا، وولادي وجوزي ياكلوا على قدهم، وارمي الباقي في الزبالة، واكون فخورة ومبسوطة قوي وانا بطلع الزبالة وبتباهى اني رامية اكل كتير جدا. بس المشكلة كمان ان مصروف البيت ما بقاش يكفيني لاخر الشهر، وما بقتش عارفة أعمل إيه. فرحت لجوزي وقلت له: محمد، أنا عايزاك تزود لي مصروف البيت عشان ما بقاش يكفي خالص. وليه ما بقاش يكفي؟ احنا مفيش حاجة زادت علينا، والأسعار زي ما هي ومناسبة للفلوس اللي أنا بديهالك. ممكن تقوليلي ليه ما بقاش المصروف بيكفي؟ في حاجة اتغيرت؟ لا، مفيش، بس أصل الأكل بصراحة. أيوة، الأكل. في حاجة اتغيرت يا منى، وأنا شايف بقالي شهرين وساكت لحد ما تيجي وتقوليلي إيه اللي اتغير. أقولك أنا إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير أنت يا منى، أنت اللي اتغيرتي. ما بقيتيش منى اللي اتجوزتها وحبيتها. بقى كل همك نظرة الناس ليكي وكلامهم، وإنهم ما يقولوش إنك بخيلة. أنا مش فاهم إزاي يعني. هو الأكل كمان فيه بخل؟ يعني فرحانة وانت بتعملي أكل كتير وبيترمي كله في الزبالة؟ يعني دلوقتي بتتباهي أما ترمي أكل في الزبالة؟ أنا بجد مش فاهم انت بتفكري ازاي. ومالك ومال الناس؟ وليه تدخلي حد في حياتنا؟ كنا عايشين في هدوء وراحة بال. أنا عارف إنك مش هتقتنعي بكلامي إلا لما تفهمي إن مش كل الكلام اللي بيتقالك صح. انت سمعتي كلام هناء وسهير جيرانك وافتكرتي إنهم بيعملوا كده. أنا بقى هثبتلك إنك غلطانة. إزاي يعني غلطانة؟ لا، دول بيعملوا كميات أكل كبيرة جدا ومش بيهمهم حاجة، ناس كرمة. هو الكرم انك ترمي نعمة ربنا في الزبالة؟ يا حول الله يا رب. انا هثبت لك كل حاجة. محمد جوزي عارف ان احنا كل شهر كل الجيران بتعمل اكل، بناكل كلنا مع بعض. كل شقة تعمل اكل، ونقعد على الروف بتاع العمارة وكلنا نعمل، وكل واحدة عملت اكل. وانا بقى كنت ناوية اعمل وليمة، بس قبل العزومة بيوم لقيت هناء جايالي وبتقولي: ها يا منى، هتعملي اكل ايه بكرة؟ لسه بفكر، انتي هتعملي ايه؟ انا بقى هعمل 4 صواني مكرونة بشاميل، وهعمل فراخ وكفتة كمان. انتي بقى هتعملي ايه؟ والله محتارة قوي ولسه عمالة أفكر. انا بقى هقولك، اعملي بقى يا ستي محاشي انواع، واعملي بطتين وشوية بفتيك وورقة لحمة. انتي بتعمليها حلو قوي، بس ما وصكيش على الكميات. انتي عارفة بقى كل سكان العمارة هياكلوا. وطبعا فرحت قوي أما قالت إن أكلي حلو، وقلت بقى يلا فرصتي جت إني أثبت للكل إني مش بخيلة، ومحمد يعرف إن كل الجيران كده مش أنا وبس. وبعد ما هناء نزلت من عندي راحت لسهير وقالت لها: ها يا سهير، هتعملي ايه اكل بكرة؟ هعمل صينية جلاش، وانتي؟ انا هعمل صينية مكرونة وبس، مش هكتر.
أصل منى هي اللي هتقوم بالواجب، أنا لسه معدية عليها وظبطتها بقى. ايوه كده يا هناء، امال احنا اللي هنتكلف؟ لا، خلي بقى ست منى هي اللي تقوم بالليله كلها. انت عليكي شويه حركات يا هناء. وتاني يوم اتجمعنا كلنا واتفاجئت من اللي شفته. كل واحده عامله حاجه واحده بس، وسهير عامله صينيه جلاش واحده. كل كوم بقى، وكل سكان العماره كوم، وهناء بقى كوم تاني، عامله صينيه مكرونه واحده بس وصغيره كمان. ساعتها قلت لها: ايه ده يا هناء، انتي عامله صينيه مكرونه واحده بس؟ امال فين الاربع صواني وفين الفراخ والكفته؟ اصل انا هقولك يا منى، اصلي انا هرد عليكي يا مدام منى. اصل انا وهناء مراتي ما بنحبش الافوره، ما المكرونه البشاميل فيها لحمه. احنا على طول في البيت بنعمل المكرونه البشاميل من غير حاجه جنبها، واللي بيفضل بناكله تاني يوم، وممكن نحمر جنبيه شويه بطاطس. الايام الصعبه اللي احنا فيها دي الواحد لازم يعمل اكل يدوب على القد بالظبط، وده اللي انا ممشي بيتي عليه. ساعتها بقى محمد جوزي بصلي وما اتكلمش، وانا فهمت النظرة دي معناها ايه. وخلصت العزومة وكل واحد دخل على شقته، وقلت لمحمد: انا اسفة يا محمد، انا فهمت. بصي يا منى، مش عيب ان يبقى ليكي معرفة بالجيران. النبي عليه الصلاة والسلام وصى على 7 جار، بس ما تدخليش حد في خصوصية بيتك. محدش ليه دعوة انت بتتصرفي ازاي في بيتك ولا بتعملي ايه. مش كل الناس بتحب الخير لبعض. اقفلي بابك على نفسك واهتمي بشؤون بيتك وبس. وفعلا قفلت بابي على نفسي ورجعت لحياتي وبيتي زي ما كنت، واتعلمت الدرس كويس قوي. يا ريت كل ست تتعلم الدرس زي ما منى اتعلمت. ما تدخليش حد في حياتك، وما تسمحيش ان حد يتدخل في شؤون بيتك. وبكده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش حكاياتنا. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.